كاين اللي يسمعها لا كوكا، وكاين اللي يسمعها بيتزا كوفير، وكاين اللي يسمعها محجوبه كيما حنا. وانتم في المنطقه تاعكم اكتبوا لي واش تسميوها في لي كومونتير. جبت لكم لا غوسيت تاعها باسهل طريقه، ناجحه 100% بدون زبده التوريق ولا نشا، وتتحصلوا على نتيجه كيما اللي تتباع لبرا، تجيكم مورقه وخفيفه على الكيف. مع الوصفه تاع الشكشوكه اللي هي سر البنه. شوفوا لي كيفاه تجي من الداخل لهنا سخونه، ما قدرتش نقسمها لكم. اول حاجه نبداو باللاغوسه تاع الشكشوكه. نحتاجوا حوالي بصله كبيره تكون مقصوصه شرائح مع شويه تاع زيت وزوز سنه تاع توم. عندي قراين تفل الحلو مقصوص، وعندي قرن تفل الحار مقصوص. طبعا الحار يكون اختياري بصح بنتها بالحار. عندي كابه طماطم مقصوصه، مغرف صغيره تاع ملح، شويه فلفل اكحل بابريكا حار وحلو، شويه راس الحانوت وشويه تبل وكرويه ورشه زعتره، مغرف صغيره تاع طماطم كونسيرف ومغرف صغيره تاع هريس، ونحطوها فوق النار تطيب. وللاباط عندي كاس تاع حليب دافي، ربع كاس تاع زيت، بياض بيضه، مغرف صغيره تاع خميره الخبز ومغرف صغيره تاع خميره كيميائيه، مغرف صغيره تاع ملح، ونلمو الخليط تاعنا بالفرينه. نقعدو نزيدو في الفرينه بشويه حتى تتلم معنا العجينه، نتحصلوا على عجينه تكون طريه بصح مش هتلصق في اليد وحك راح. نعجنوها حوالي 5 دقائق. نقسموا العجينه تاعنا على 6، 3 من الفوق و3 من التحت، دهنوهم بالزيت، نغطيو عليهم ونخليهم يرتاحوا حوالي نص ساعه. بعد ما فاتت نص ساعه نجيبوا الكعبه تاعنا الاولى نغطسوها في الزيت، نعاونوا روحنا بالزيت ونحلوها مليح. لازم تتحل مليح كيما لاباط تاع المحجوبه. ومن بعد نجيبوا مارغرين تكون دايبه ندهنوها من الفوق، ونقفلوا العجينه تاعنا نقول علينا حنديرو مسمن. وكل تطبيقه لازم نرشوا لها شويه تاع مارغرين. نزيدو نحلو الكعبه الثانيه بنفس الطريقه، نحلوها مليح ونرشوا لها شويه تاع مارغرين من الفوق. الكعبه تاع المسمن الاولى اللي درناها نحطوها في وسطها ونرشوا مارغرين ونقعدوا نطبقوا فيها، ونزيدو نرشوا مارغرين. كل تطبيقه رشوا لها مارغرين حتى نطبقوها تولينا كعبه في كعبه. والكعبه الثالثه بنفس الطريقه نحلوها مليح، نرشوها بالمارغرين ونحطوا لها زوج كعبات اللي كنا دخلناهم ديجا في بعضهم. وكل ما نطبق بين زيت ندير لها مارغرين بنفس الطريقه، نقفل عليها ونغطاها ونخليها ترتاح حوالي 10 دقائق، ونروح نكمل 3 كعبات الاخرين بنفس الطريقه. بعد ما ارتاحوا المسمنه تاعي نرشوا فوق لو بلان دو طرافاي شويه فرينه ونحلوا لاباط تاعنا، ونديرين نحلوا لاباط فيوتي غير بشويه. نستعملوا الفرينه وبالقراص نحلوها كيما نحلوا لاباط فيوتي بالعقل كيما قاعدين تشوفوا، باش ما يخرجوش الكعبات هذوكم اللي كنا حاطينهم لداخل. نحلوها على شكل مستطيل كيما قاعدين تشوفوا حسب البلا اللي حديروا فيه، ونحطها في البلاطو تاع الفور اللي يكون مدهون بالزيت، ولا حطوا له بابي كويسون كيما تحبوا نتوما. ننقبوها بالفرشيطه ونحطوا الشكشوكه تاعنا نوزعوها مليح. كي نكملوا نحطوا لها اي نوع تاع فرماج تحبوه. الشكشوكه تاعكم تقدروا ديروا لها بطاطا طون، وانا كنت ديجا حليت الكعبه الثانيه تاع المسمن نحلها بنفس الطريقه اللي حنيت بها الكعبه اللي حطيناها من تحت. نعدلوها في الحواف، رصوا عليها هكا شويه باش ما تتحلش معاكم في الفور. ندهنوها باصفر عطمان اللي كنا زدنا له شويه حليب، ونحطوا في كل كعبه فيها كعبه زيتون، ولازم نقسموها قبل ما ندخلوها للفور بشويه بركه باش ما تفسدش معاكم. وندخلوها طيب في الفور يكون مسخن من قبل على درجه الحراره 180 درجه، طيب من تحت. كي تحمر من الحواشي نشعلوا لها من الفوق تحمر مليح، ومن بعد نخرجوها. هذه هي لا غوسيت اليوم. كان عجبتكم ديروا لي جيم واشتركوا في قناتي. سلام.